السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. معادنا إن شاء الله لحد بإذن الله موقعة الحسم، نهائي القرن الحقيقي. هو ده نهائي القرن الحقيقي، سيبك من 2020 لما قالوا على ماتش الزمالك نهائي القرن. فريق بيتغلب مننا على طول في أفريقيا باستمرار، ما كسبناش ولا مرة، سواء في دوري المجموعات، في الأدوار اللي بتأهل للأدوار النهائية، سواء في النهائي. عمر الزمالك ما كسبنا أفريقيا، فازاي نقول عليه أصلا نهائي القرن؟ ما كانش نهائي القرن، كان ماتش عادي والزمالك اتغلب كالعادة 2-1 بالقضية، ممكن لو نفتكر، أكيد طبعا فاكرينه. لكن ماتش الأهلي والوداد هو ده ماتش اللي اتقال عليه نهائي القرن. الوداد بتكسبنا واحنا بنكسب الوداد، في يعني فرق ما بيننا وما بينهم ماتشين لينا، لكن الموضوع رايح جاي ما بيننا وما بينهم. لكن الزمالك ما بيكسبش اصلا، يعني الزمالك احنا عارفينه حصلت افريقيا. فان شاء الله ماتش الاهلي والوداد يكون نهائي قرن يليق بالقاره الافريقيه. نتمنى العدل يكون فيه زي ما قلت قبل كده. لو الاهلي خسر بس في عدل في الملعب والتحكيم مظبوط، انا مش هزعل، يعني مش هكون زعلان. طبعا هزعل عشان الاهلي اتغلب وكده، لكن هتبقى الدنيا هاديه شويه. يعني لو اتغلب كوره هنرفع القبعه للوداد ونقول له الف الف مبروك يا عم وداد، وربنا يبارك لك في الرابعه. لكن لو الماتش اتاخد بقى ايه يعني بفعل هيبقى وحش قوي، هيبقى وحش بجد. فنتمنى الماتش يروح للسكه المظبوطه اللي الاهلي دايما بيدور عليها. حرقان الزملكاوي يا جدعان، مش عارف الحرقان ده هيروح امتى، يعني شكله مش هيروح. احنا عاملين لهم حرقان رهيب. لما مشجع حشرة زملكاوي يجي من ألمانيا، ده إذا كان جاي من ألمانيا فعلا، علشان يرفع العلم الغريب بتاعهم في وش الأهلاوية وهم خارجين، يعني في وش كهربا وحسين الشحات بتاع، هو اللي استقبلهم بصراحة. حاجة منتهى يعني العته. والله أنا بيصعب عليا والله العظيم الزملكاوية، يعني عقلية فارغة فاضية، ما عندهمش أي حاجة، يعني ما بيفهموش في الكورة أصلا. ده كلهم ما شاء الله، يعني بجد والله إلا من رحم ربي. يعني نفسي أشوف زملكاوي بيفهم، قليل قوي لما أقعد مع حد زملكاوي كده ويطلع فلتة من فلتات الزمن ويكون فاهم الكورة ويكون فاهم اللي بيحصل ده داير إزاي. لكن تفتح قناتهم زي مشجعينهم، زي الناس اللي ماشية في الشارع، ال 81 واحد اللي في مصر دول اللي هم الزملكاوية اللي احنا عارفينهم، اللي هم بيقولوا لك 81 مليون وبتاع، حاجة أرقام غريبة. هم اصلا مش مكملين 81 بما فيهم الناس اللي بتطلع في قناة الزمالك. ربنا يعينهم على دماغهم والله، يعني بيصعب عليا والله فعلا. الحرقان رهيب وملوش حل. سألت على علاجات كتيرة ليه، يعني ادخل كده على فيزيتا او جوجل او اعمل بحث كده، هتلاقي مراهم وحاجات كده بس مسكنة، بتسكن لهم الألم وبعد كده الدنيا بتضرب تاني. فربنا يعينهم على دماغهم. خلينا في ماتش القرن بتاعنا. الاهلي بيستعد، الاهلي عنده مفاجآت في الماتش. كولر مستعد استعداد كامل، فورة سرية طبعا في المغرب على التشكيل الاساسي. هل هيبدأ بنفس التشكيل اللي بدأ بيه الماتش الذهاب ولا هيبقى فيه تغيير؟ انا شايف ان هيبقى فيه تغييرات، احتمال في قلب الدفاع، احتمال كبير طبعا في حراسة المرمى بنسبة كبيرة. لو الشناوي جاهز هيلعب اساسي. خط النص هيبقى فيه تغيير واحد، والهجوم احتمال كبير برضو يبقى فيه تغيير. هنشوف طبعا الدنيا ماشيه ازاي، لكن الدنيا ان شاء الله باذن الله تمشي لصالح الاهلي. الاهلي هيلعب يوم 11 ونرفع باذن الله البطوله ال 11. هنتابع مع بعض اخبار النادي الاهلي اليومين دول باذن الله لغايه نهائي القرن. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.